إلا قلت لكم بنت ماتت ورجعت للحياة بعد 12 سنة. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم في عالم معمر الحقيقة فيه كتكون كيف ما كتبان. وإلا كنتي كتظن بأن قاع الجرائم عندها تفسير فمرحبا بك عندنا، وشعارنا دائما من أول شك إلى آخر حقيقة. إلا كنتي غتشوفنا أول مرة متنساش متابعة باش دائما يوصلك الجديد. بنت ماتت ورجعت للحياة بعد 12 سنة كأن شيئا لم يكن. طبعا هادشي اللي كان كيعتقد الجميع، أن البنت ماتت وشبعات موت، حتى كيتفاجئوا بالظهور ديالها. ايوا اصدقائي، نبداو على بركة الله. القصة ديال هاد النهار غتبدا في واحد الصباح هادئ بحال كاع الصباحات، حتى اللحظة اللي تم فيها الإبلاغ على جثة من طرف مجهول ديال البنت مرمية في جنب البحر. ديك الساعة تحركات الشرطة لعين المكان، والتحقوا فرق التحري والبحث وطوقوا المكان كامل، ودارت الإجراءات اللي خاصها الدار. والغريب في هاد الجثة ما فيها لا جراحي ولا آثار ديال المقاومة، وحتى الوجه ديالها فيهش ديك الزروقية ديال الغرق. الحوايج ديالها كانوا كيبانوا مصبنين ومحددين، وحتى الصباط اللي لابسه ممسوح كيلمع، معليهش الآثار ديال الرملة د البحر نهائيا. حتما فحال البنت تنقات وتحطت تما بعناية، وحتى الهوية ما عندهاش. شكون دار هادشي وعلاش؟ تنقلات الجثة لمصلحة الطب الشرعي، تدار فحص شامل ودقيق على الجثة، وكيف توقعوا نقية تماما، ما عليها حتى آثار ديال العنف، وحتى الدم ديالها ما لقاو فيه لا سم ولا حتى شي آثار ديال شي مادة غريبة. تشريح الجثة أكد أن الضحية ماتت بسكتة قلبية بلا تدخل ديال حتى شي واحد. هنا في الحالة العادية كانت غتسد القضية، البنت جاتها سكتة قلبية وتوفات، الله يرحمها. لكن باقي ما كملناش الفحص ديال الأدلة كاملة، خاص نفحصو كل شيء، وأي تفصيلة صغيرة تقدر توصلنا لهوية هاد الجثة وتقدر قاع تقلب موازين القضية. بعد نقل الأدلة، لاغوب اللي كانت لابسة مشى لمختبر الألياف الجنائية، والصباط اللي كانت لابسة مشى لمختبر الجيولوجيا، والنتيجة كانت غريبة. الحرير اللي مصايب به هاد الفستان توقف الإنتاج ديالو 10 ديال السنوات، ولقاو عليه علامة تجارية أتيليه فيرونيكا 2014. وعقلوا معايا مزيان على هاد أتيليه فيرونيكا. والصباط اللي كانت لابسة لقاو عليه جزيئات صغار ديال المرمر أو ما يسمى بالألباستر، كيشبه الرخام. هو هذا اللي غتشوفوا معايا في الصورة، كيشبه الرخام، وكيستعملوه غير دوك العائلات اللي لاباس عليهم الأثرياء، كانوا كيستعملوه في ترميم التماثيل ديالهم. من بعد ما مشاو عند أتيليه فيرونيكا اللي لقاو الاسم ديالها على ديك لاغوب، بمجرد ما ذكروا لها الأمر تفاجأت وراوها الصورة ديال الغوب. قالت لهم مستحيل، ما يمكنش، هاد لاغوب انا خيطته وحكته بيدي، تصاوبات منه قطعة وحدة في هاد العالم، ومولاتو توفت هذه 12 سنة في حادث سير، واللي هي نور بنت فلان فلاني. راه كان الخبر منتشر ديك الوقت، ونور توفت وهي لابسة هاد الفستان، وحتى العائلة ديالها إلا كان باقي عندهم راه مستحيل يفرطوا في الذكرى ديال بنتهم. وهاد الفستان كان عزيز على الأم ديالها بزاف، يعني مستحيل يكون عطاوه لشي واحدة أخرى. هنا الشرطة استدعات هاد السيد الأب ديال نور
باش يتم التحقيق معه. وداروا الفحص ديال DNA مع الجثة، والصدمة كانت هذه بنته نور اللي توفات هذه 12 سنة. في الأول مثل أنه مصدوم ودخل في حالة صدمة، لكن بعد ضغط المحققين اعترف أنه زيف الموت ديال بنته، لأنه عنده حالة نفسية ديال الهوس بالكمال. هاد الشخصية كان شخص ما كيتقبلش النقص، باغي كل شي يكون مثالي. بنته من بعد الحادث كانت كتعاني من مشاكل صحية، وهاد الشي اللي ما بغاهش يبان للناس، وبغاها تكون محمية من أي خطر. في بالو العالم خطير على بنته، وهو الوحيد اللي قادر يحميها. الحادث اللي دارت سبب له صدمة، بدل ما يطلقها تعيش قرر يحبسها باش ما تضيعش، وهذا أكبر خطأ دارو. كان حابسها في غرفة مجهزة بقاع داكشي اللي غتحتاج، وكانت دايرة كاملة بالزاج وما فيها ولا شرجم واحد، ومعقمها كاملة. كان كيخاف عليها من الجراثيم وحتى من الضوء ديال الشمس، كيخاف عليها من أي حاجة اللي كان كيظن أنها غادي تأذيها. لكن أكد ليهم باللي ما عنده حتى علاقة بالموت ديالها. طلع ليها بالليل فحال ديما وخلاها ناسة. ملي رجع الصباح ما لقاهاش، عيام يقلب عليها والو، كلف الرجال ديالو كاملين يقلبوا عليها لكن ما لقاو والو. ملي قلب كاميرات المراقبة بان له ياسين داخل القصر في داك الليل، لكن ما ولاش بان من بعد. قالوا له واخا شكون هو هاد ياسين؟ قال لهم هاد ياسين هو الصديق المقرب ديال بنته قبل ما يوقع لها الحادث. قالوا له واخا. تم استدعاء هاد ياسين، ومن بعد التحقيقات مع هاد الأخير والضغط ديال المحققين اعترف أنه فعلا داك النهار كان عندها، وما كانش في النية ديالو نهائيا أنه يأذيها. قال أنه كان شاهد على مدى الحزن ديالها، كل نهار كيشوفها كتعاني، حتى لديك الليلة اللي طلباتو فيها بأنها بغات تشوف البحر لمرة واحدة فقط، وما قدرش يرجعها لا في وجهها. وبحكم أنها لسنوات وهي في ديك السجن، بمجرد ما استنشقات داك الهواء ديال البحر دامو الأمانة أمانته. وفي ديك الأثناء رجع للقصر، بحكم أنه كان قريب للبحر جاب ليها الغوب المفضلة عند ماماها وصباط شديد ومشطة، لبس ليها ديك الغوب وصباط ومشط ليها شعرها، وبقى مراقبها حتى الصباح. عاد بلغ الشرطة من واحد التليفون اللي خاص، ومن بعد هرس الكارت سين ديالو. اكيد دابا غادي تسائلوا كيفاش ياسين وصل ديك الغرفة وهي سرية وحتى واحد ما كان عارفها تما. المحققين قالوا له واخا وكيفاش درتي وصلتي لهاد الغرفة السرية؟ قال لهم كان الاب ديال نور داير حفلة فيها غير الشخصيات ورجال الاعمال، وكان الاب ديالها صديق ديال الاب ديالو، وهو في داك النهار كان حاضر وكان كيقلب على الحمام. والفضول والاشتياق ديالو لذكرياته مع نور خلاه يدور في ديك القصر حتى كيبان له واحد الباب مفتوح، وموراه ممر طويل، وقدامه واحد القارد. بقى واقف واحد شويه تما حتى دازت واحد الخدامه وطاحت ليها البلاطو اللي كانت هازه. داك القارد مشى يعاونها ومشى معاها للكوزينه، ونسى داك الباب ديال داك الممر مفتوح. هو مشى دخل تابع داك الممر، لقى فيه باب واحد مسدود وكيتحل بواحد البطاقة إلكترونية. صافي مادة ما جاب، خرج في حاله. لكن هو خارج سمع واحد جوج خدامات كيهضروا مع بعضياتهم، وحده كتقول الاخرى حنا خاص نبقاو ساكتين، سيدي فلان فلاني راه ما غايبغيش نجبدوا له هذا الموضوع، خليه الا بقات بالجوع ما غيوقع ليها حتى شي حاجه.
ما فيا ما يخسر خدمتي، راه سنين وهي تمايا ما غيوقع لها والو الا بقات واحد النهار بالجوع، لكن انا الا خسرت خدمتي راه غيبقاو ولادي بالجوع، وحنا ماشي مسؤولين على هادشي. باها اللي نساها تمايا، عندي ما ندير ليها. وان فوا سمع هادشي هذا دخلو الشك والفضول، قتلو شكون تما وشكون هو هاد باها وشكون هاد فلان فلاني هو باه وشكون هي هاد بنته. تساؤلات بزاف بقات كدور في راسو. لا غدا في الليل رجع تسلت للقصر ودار منوم لداك الكارد وخدالو البطاقه من الجيب ديالو. يلاه فتح الباب حتى كيتفاجئ بداك الشيء اللي شاف. نور مازال حيه عايشه. تصدم واحد الصدمه ما يمكنش. وهذه كانت هي الطريقه كيفاش لقى ياسين الغرفه السريه. نرجعوا لدابا للوقت الحالي. قالوا له المحققين واخا، وكيفاش حتى الدريه نقيه ولبستيها وقاديتي ليها؟ قال لهم انا لبست ليها حوايج جداد ودرت هكاك حيت بغيت العالم كامل يشوفها اميره، بغيت كل شي يشوف الجمال ديالها اللي كان مخبيه باها في داك الحبس. وبعد الانتهاء من التحقيقات وبعد كل الادله، الاب توجهت ليه التهم ديال تزوير الوثائق الرسميه والاختطاف وحرمان البنت ديالو من الحق في الحياه، وتحكم عليه بالسجن لمده 20 سنه. اما ياسين تحكم عليه كذلك لانه عرض حياة ديالها للخطر، رغم ان النوايا ديالو كانت حسنه الى انه داكشي اللي دار غير قانوني، وتحكم عليه ب7 ديال السنين. وبهذا اصدقائي الكرام القصه ديالنا وصلت للنهايه ديالها. في نظركم شكون الجاني الحقيقي؟ واش اللي عطاها الحياه وحبسها وسلب منها حريتها لسنوات، ولا اللي عطاها الحرية وخذ منها الحياة بطريقة غير مباشرة وبلا ما يقصد؟ أو بالأحرى كان سبب وصافي، الأعمار بيد الله. في نظركم ياسين بطل أم مجرم؟ شاركونا الرأي ديالكم في التعليقات، وما تنسوش لايك ومتابعة نكبروا العائلة ديالنا.